لو ما غلبتش خوفك هتفضل خايف على طول. الجملة ديت بتوجع يا صاحبي، بس جملة حقيقية 100%. عارف يعني ايه تفضل عايش في دايرة الخوف؟ تخاف تبدأ، تخاف تسيب، تخاف تحب، تخاف تخسر، تخاف تقول لأ وتخاف تقول آه، وتخاف كمان تقول اللي جواك، وتفضل حابس نفسك جوه سجن انت عملته في دماغك. انت عارف يا صاحبي أصعب سجن ايه؟ السجن اللي تكون فيه والمفتاح في جيبك وانت ما انتش عارف. الخوف مش غلط، كلنا بنخاف. الخوف هيقول لك بلاش تكمل يمكن تفشل، بس التجربة هتقول لك ما يمكن تنجح. الخوف هيخليك تتخيل أسوأ سيناريو هيعدي عليك، بس عمرك ما هتعرف الحقيقة غير لما تواجه. خايف تبدأ شغل جديد، خايف تسيب علاقة كانت مؤذية ليك، خايف تقول حلمك للناس، خايف تبص في المراية. هتفضل خايف لغاية امتى؟ في لحظة معينة هتكتشف إن الخوف نفسه بيخوفك من حاجات عمرها ما حصلت، ولا عمرها هتحصل غير في خيالك انت. ساعتها بس هتعرف قد ايه انت كنت مؤخر حياتك بسبب وهم. ابدأ وانت خايف، حاول وانت مش جاهز. انت عارف لما الواحد يتحكم عليه بالإعدام، الخوف بيعمل فيك كده. خدها قاعدة كده: اللي بيعيش عمره بيهرب من الخوف، عمره ما بيعيشها بجد. واجه وعيش وسيبها على الله.